في فيديو النهاردة هنتكلم عن أسرار البودي بيلدينج في عضلات الظهر، ومن أقوى الناس اللي عملت عضلات ظهر كان دوريان ييتس وروني كولمان. الناس دي كانت بتحسم المسابقة لصالحها بمجرد ما كانت بتدي ظهرها بس للحكام. هنتعرف على الزوايا والحركات اللي كانوا بيستخدموها عشان يبنوا عضلات الظهر القوية دي، وهنشرح كل تمرينة بالتفصيل عشان تقدر تطبقها في تمرين. أنا محمد إبراهيم، ولو عجبك المحتوى اللي أنا بقدمه يا ريت تشترك على القناة. هتلاقيني بفيدك في أي معلومة خاصة بالجيم، وأي موضوع محتاجين نتكلم فيه يا ريت تسيبولي في الكومنتات. ولو انت لسه مش مشترك على القناة يا ريت تشترك، لان الحاجات ديت بتدعمني جدا. ما تنسوش اللايك والكومنت لو الفيديو عجبكم، وشيروا الفيديو مع اصحابكم لو الفيديو كان مفيد. المختلف في الزاوية دي، يعني هي تقريبا نفس العضلات اللي بتيجي في اللات بول داون هي اللي بتيجي في الزاوية دي، بس المختلف عن اللات بول داون في الزاويه دي ان انت مثلا عضلات المساعده بتاعتك بتقدر ان انت تحط رجلك في السبورت، فبتساعدك ان انت مثلا بتشغل نصك التحتاني بيشتغل ان هو يسبورت معاك. في الزاويه دي مفيش سبورت، انت مثلا بتعتمد على الكور بتاعتك، فهي دي اللي بتثبتك، مفيش حاجه بتثبتك. بلس ان هي زاويه مختلفه شويه عن اللات بول داون، لان اللات بول داون ده انا لو حسبت انا عملته كام مره لان هو عملته كتير، فانا محتاج ان انا اغير الزوايا بتاعتي شويه عشان اقدر اجيب نتيجة اعلى شوية من اللي انا وصلت لها ومش عارف اكسرها. فجربوا الزاوية دي جميلة جدا وهتفرق معاكم. بول اوفر كان في جهاز بيعمله دوريان ييتس، كان بيشغل اللات ده، وهتلاقي اصلا ان هو من احسن الناس اللي عندها عضلات ظهر في التاريخ بتاع اللعبة دي. فبرضه بحاول بدل الطريقة العادية بعمله بالطريقة ديت، وبحاول اعزل على قد ما اقدر لان انا نايم ما عنديش عضلة تانية شغالة غير اللات. بقوم بقف بقى بكمل على اللي فاضل من العضله، يعني لو انا اللي فوق دي انا ممكن ما نعملهاش، لو انت واقف دي ما عادي ممكن ما تعملهاش. انا بس بعملها عشان اكمل على اللي فاضل في العضله، اللي هو لو في حبه فاضلين لسه ما تعبوش انا هدمرهم بالكام عده اللي بعملهم دول. عليت المستوى اللي انا بلعب عليه على اساس ان انا بدل مثلا ما بلعب على المستوى ده وخلاص جسمي عمل له ادابتيشن، فحاولت ان انا اغير شويه. هما زمان بصراحة مثلا بقالي كام يوم بتفرج على التمارين القديمة، الناس كانت بتخترع اختراعات، بتبدع كده، بتبدع ان هو يعمل زاوية مختلفة او يعمل حاجة جديدة. هو ده اللي انا بحاول اعمله بالظبط. الزاوية العادية خلاص جسمي اتشبع منها، فبحاول ان انا اغير حاجة غير اللي جسمي متعود عليها. بثبت مع كل عدة في التمرين ده في حالة الكونتراكشن او حالة الانقباض، عشان اضرب اكبر عدد من الالياف ممكن في التمرين ده. التمرين ده بيستهدف الميدل، اوكي، او العضلات اللي في النص، نتكلم بشكل بسيط. فلازم تبقى عارف ان انت نقطة الضعف اللي عندك ايه عشان تعرف تشتغل عليها. اذا كان اللات عندك ضعيف فانت مثلا يبقى 70% من التمرين بتاعتك لات والباقي ميدل. انا عندي العكس، اللات عندي كويس، ميدل عندي ضعيف، فبركز عليه دايما في كل اسبوع بحاول ان انا اطور منه. خلينا نبسط الموضوع شوية. مثلا لو اتكلمنا ان احنا السمك او العمق العضلات بيحتاج ان انت تركز على العضلات اللي لها علاقة بالميدل. تاني الوزن مش مهم، اهم حاجة الوزن اللي انت بتلعب بيه ده بيخدمك ولا لا، بيوصلك لهدفك في الاخر ولا لا. فمش المفروض ان انت تركز على الوزن قد ما تركز على ان انت ادائك بالوزن هيبقى عامل ازاي. هتعمل بيه صح او هتعمل بيه غلط. اهم حاجه ان انا بين كل مجموعه والتانيه ان انا مثلا مع كل المجموعات او مع كل عده انا بعملها بحاول ان انا كنترول واثبت ثانيه ورا. ما استعجلش في التمرين، اتمرن بمزاج، اتمرن براحتي، محدش بيجري ورايا، فما تستعجلش وانت بتعمل مجموعه.
التمرين ده ليه طريقتين، ممكن تطلع هنا عند السرة بالبار، وممكن تطلع هنا عند الحزام، على حسب برضو الجزء الضعيف اللي عندك. انا الجزء اللي عندي ضعيف هو الميدل، عشان كده انا مثلا بطلع لحد هنا. ممكن لو لسه معايا كام عدة وعايز اعمل فيلير، او عايز يعني قصدي هجيب اخري، فانا بكمل الباقي كده عشان بكون مش قادر ان انا كنترول هنا. اهم حاجه ان انا بثبت ثانيه مع كل تمرينه، اسف، اهم حاجه ان انا بثبت ثانيه مع كل عده، عشان اتارجت اكبر عدد من الالياف ممكن في كل تمرينه. التمرين ده طبعا كومباوند ماليش غنى عنه، بحب اعمله ريفيرس لاني بعمل كونتراكشن اكتر، بس باخد بالي من الاوزان اللي انا بلعب بيها ما تكونش زياده عشان بيبقى غلط على البايسبس. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الوزن بتاعي مظبوط، عشان البايسب هنا معرضه انها يحصل لها اي مشاكل. لكن لو بلعبه بالطريقه العاديه مش ريفيرس، عادي ممكن زود كده كده البايسب، يعني في امان ما تقلقش. كل التمارين اللي انا بلعبها دي عشان انا باخد فيتامينز كويسه وباكل كويس الفتره دي. فيعني نصيحه، حاول على قد ما تقدر لو انت تتمرن بالاسلوب ده، ان انت دايما تعمل فيلير، او ان انت تجيب اخرك في كل عده او في كل وزن. فانت محتاج ان انت تكون بتاكل كويس، بتاخد الفيتامينز بتاعتك كويسه، بتاخد وقتك من النوم كفايه، يعني ما تكروتش عشان تقدر اصلا ان انت تكمل. لان بعد فتره هتلاقي نفسك الاسبوع التاني جهاز المناعه عندك بقى اضعف، فمش هتقدر ان انت تلعب بنفس الريتم. هعمل دلوقتي اخر تمرينه، هعمل دمبل شراجز. بالمناسبه انا بتمرن شراجز مرتين، مره مع الشولدر ومره مع الباك، لان هي سريعه الاستشفاء وبتكون كويسه جدا ليا. لما ببعد عنها بيحصل لي مشاكل كتيره. وبس انا كده اتمرنت النهارده باك، ومش محتاج ان انا اتمرن اكتر من كده، مش هدخل حاجه تانية مع الباك. انا بتمرن 4 ايام بس في الفتره ديت، لان هو ده اللي انا اقدر اعمله مقارنه بالاكل اللي انا باكله والمجهود اللي انا ببذله في الشغل. فانا لو اتمرنت اكتر من كده انا مش هوصل لنتيجه، فهو انا بتمرن 4 ايام بس.